السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في على مدونة دروس ويب. اليوم إن شاء الله سوف نبدأ في الدرس الخاص بالشروط. نعم، الشروط أو الكونديسيون. نعم، نبدأ إن شاء الله. ما علينا إلا إنشاء متغير. نقوم بكتابة متغير var ونسميه نيم واحد، نعطيه مثلا 2، نضع نقطة فاصلة، نعيد كتابة، نضع متغير ثاني نيم 2، نعطيه مثلا 5. في الكونديسيون نستعمل الاف ونستعمل ليزاكولاد اكولاد، ونكتب الالز. يوجد الالز اف، عفوا الالز اف والالز. نعم، سوف نستعمل الالز في هذا الدرس. نعم. نعم، هنا لدينا سوف نقوم مقارنة الرقمين واحد والرقم الأول والرقم الثاني، ونكتب if نيم مثلا يساوي نيم. نعم، هنا نكتب نيم 2، المتغير نيم 2، وهنا نكتب المتغير نيم 1. نعم، للمقارنة لدينا الرمز أصغر من أكبر من، لدينا تساوي. هنا لمقارنة 3 تساوي، يعني لمقارنة كذلك النوع. نعم، أكبر من أو تساوي، أصغر من أو تساوي، وهذه الأمور سوف نتطرق إليها إن شاء الله. هنا سوف نقوم بالمقارنة على الرقم 1 والرقم 2. إذا نقول له هنا إذا كان الرقم 1 والرقم 2 متساويان فأظهر لنا هذه الرسالة. نكتب document write. نعم، بداخلها نقول له أظهر هذه الرسالة. هنا مثلا نقوم بنسخها، نقوم باللصق. نعم، نكتب مثلا صحيح. نعم، صحيح. هنا نكتب خطأ. نعم، فنحن لدينا هنا الرقم 1 لا يساوي الرقم 2، فسوف مباشرة يدخل للإلز. نعمل سيف، نعمل ريفرش. نعم، فهم تلاحظون خطأ. نعم، الآن سوف نقوم بتغييرها ونضع مثلا يخالف. نضع يخالف، نعمل سيف، نعمل ريفرش. نعم، صحيح، لأن الشرط هنا لدينا صحيح، فالرقم 1 يخالف الرقم 2. نضع مثلا أصغر من. نعم، سيظهر لدينا كذلك الشرط صحيح. نعم، نقوم بتغييرها ونقوم أكبر من، نعمل سيف. الآن سوف يظهر لدينا خطأ. نعم، إلى هنا نشكركم على حسن تتبعكم، في أمل نلقاكم في درس مقبل إن شاء الله.